السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا يلا نكملوا سلسلة الجاتو تاع اللوبيرا الكلاسيكي الفرنسي الرائع. أنا نقول لكم من هذا المنبر اللي ما يعرفش يدير الأوبرا ما نقولوش ما نقدروش نقولوا أنه شاف الحقيقة، لأن هذا الجاتو صعب جدا، وعندما هكذا تنشح فيه تقول خلاص أنا نقدر ندير كل الحلويات. إذا هنا يلا نبداو بسم الله ما شاء الله. هذا هو الجاتو الأوبرا. نبداو في طريقة التحضير. لهنا فقط لكم فقط النهاية. لهنا السكين كي تقطعوه هكذا تخرجوه من ثلاجة بعد هكذا يوم أو يومين. ديروا السكين تاعكم في ماء يكون دافي باش هكذا تمسحوه كل دقيقة باش نقطعوا الأطراف. كما بالكم الجاتو تاع لوبيرا لازم يكون السمك تاعو 3 سنتيمتر، ما يتعداش 3 سنتيمتر أو يكون أقل من 3 سنتيمتر باش يكون راقي جدا وجميل. وهذه هو حلوة الأوبرا الفرنسية الراقية اللي متكونة باللوز والقهوة والشوكولا. ان شاء الله نعطي لكم جميع تفاصيل نجاح هذا الجاتو الاوبرا الراقي الكلاسيكي. وهكذا هذا بيان سور نحي الجوانب نخليهم هكذا دو كوتي بيان سور نشربوا بهم القهوه. لهنا نحضر فقط الكادر تاعي باش ندير البسكوي تاعي. لهنا لازم بيان سور نبدلوه هكذا باش يكون راقي. اما تزيين الحلويات الاوبرا ما تحتاجش بزاف التزيين، فقط نكتبوا فيها لوبيرا وتاني تحبوا ديروا هذيك العلامات الموسيقى فوالا لوبيرا فقط هكذا بالشوكولا. انا فقط درت له تزيين بسيط جدا ودرت له هكذا شويه فقط تاع النكري هكذا الملمع الذهبي الغذائي باش نعطيو هكذا جمال لحلوة الاوبرا الكلاسيكي. ان شاء الله صدقوني هذا الجاتو رائع جدا لذيذ جدا جدا. واللي عنده 3 تاع طبقات البسكوي جو كونت، و3 طبقات تاع الكريمة الزبدة، و3 طبقات تاع الشوكولا، وفي النهاية عنده هكذا الغاناج الشوكولا. نعطي لكم نخلي لكم في صندوق الوصف او في التعليقات جميع يعني المقادير بالكاس والكرام. اول حاجه نبداوها لهنا نديروا القهوه تاعنا اللي نسقيو فيها. نديروا لهنا كاس ونصف من الماء يكون بيان سور يكون دافي هكذا، ونجيبوا 3 ملاعق من القهوه سريعه الذوبان. لهنا تحبي ديري القهوه تاعك العاديه ديري، لكن هذه القهوه سريعه الذوبان تعطي لك واحد عبالكم الكويزين تاعي معمره بالقهوه واللوز الله فوالا. اذا لهنا نحركوا هكذا ونذوبوا القهوه اللي فيها ونديروا نصف تاع السكر ونخليها اوكي. لهنا نروحوا للناج تاعنا. نحضروا الناج تاعنا متكون من 4 بياض البيض، نحتاجوا ملعقتين كبيرتين من السكر، نحتاجوا قرصه تاع الملح، ونحتاجوا لافاني باش هكذا نسمو بياض البيض، نحو هذيك رائحه البياض البيض بلافاني. لهنا الباطو اولا نديروا الدرجه الثانيه ومن بعد نديروا الدرجه الخامسه. ولهنا السكر بالك تغلطوا فقط ما ديروش بدفعه واحده، ديروا فقط شويه حتى تخلصوا الكميه الملعقتين الكبيرتين من السكر. اللي حق لي لهذه المرحله من فضلكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والبصمه من فضلكم. لهنا ندير لافاني هكذا قلت لكم باش نحيو هذيك الرائحه تاع البيض. انا في حقيقه درت يعني جوج بلاطو تاع اللوبيرا، وحده خليتها ليا وحده هكذا درتها هكذا عطيتها لي هكذا للاحباء وفوالا. هنا لازم تكون متماسك جدا نطلعوا بياض الميغانكل تاعنا. اما الطريقه الثانيه لهنا عندنا المقادير 2 كيسان تاع اللوز يكون مطحون رقيق بقشورو اللي حمصتهم اكيد قليل خفيف ظريف. عندي ربع من دقيق، عندي نصف كاس من السكر البودره سكر جلاس، عندي 4 بيضات او 5 بيضات كاملين على حسب حجم البيض. لهنا بيسور نروحوا نديروا البسكوي جو كوند تاعي. يلا نحضروه بسكوي جو كونت. لهنا نعاود لكم في المقادير. لهنا عندكم البيض كبير ديري 4، لا عندك البيض الصغير ديري 5 فوالا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من فضلكم الاشتراك. يلا هنديروا 5 يعني البيض يكون كاملين، قرصة تاع الملح لتعديل الذوق. لهنا نبدا نباطي بالباتور حتى نطلع البيض تاعي يكون البيض يكونوا كاملين هكذا. نطلعوهم كامل البيض تاعنا بالباتور. لازم يعني هاد الوصفة انا ما نصحكمش ديروها باليد، انصحكم ديروا هكذا بالباتور. لهنا ندير نصف كأس من كلش مغربلة، هذه المكونات كامل مغربل. نصف كأس من السكر البودرة، ندير لافاني. ولهنا بيان سور ندخل سكر كلاص مع لافاني في البيض تاعي، وحتى نشوف هذاك البيض بدا يطلع لي وتغير اللون تاعو الى فاتح. ندير 2 كيسان تاع اللوز لهنا يكون بيان سور مطحون واللي حمصته هكذا خفيف هكذا، يكون يعني بودرة اللوز. ونباطي ويا البنات حتى نشوفوا هذاك الخليط كل شيء مسامج بالباتور. فوالا. اي اسئله عطيو لي هذه الاسئله في التعليقات، نخليكم جميع الاسرار. لهنا نضيف 1/4 كأس من الدقيق. لهنا المقادير مضبوطه، يعني لازم هنا هذا الجاتو تاع لوبيغا يحتاج الشروط، هي لازم تكون المكونات دقيقة جدا، يعني دقيقة جدا. ونعطي لكم كامل. لهنا نديروا بياض البيض في دفعات ونروحوا هكذا شوية نطلعوا نهبطوا نهبطوا حتى نكملوا